مسؤولية بكتوضيح لأبناء الشعب ككل بأننا درنا هذه المسيرة لهذا اليوم ليس حبا في المسيرة ولا حبا في الشعارات ولا حبا في الحلقيات، وإنما ذلك المستوى المعيشي وذلك التهميش الذي يعيشه مجمل ساكنة تفرسيت على اعتبارها أنها جزء لا يتجزأ من عمالة الإقليم. بك توضيح صافي بلي لليوم وربما الرابع أو الخامس ونحن نقوم بوقفات احتجاجية لهذه العملة اللامسؤولة باش نوروها تعدود تمارض نشي تشغل عامل من أجل مسألة بسيطة. انت تغير حاجة حق أي مواطن، حق أي شاب مغربي قد يعيش، وهو توفير بقعة أرضية لممارسة كرة القدم. والله العظيم إلا وليت نجمع العمالة كهياكل ممشقة وتوفر 50 متر تباط نقص 1000 متر للشباب تعدو 3000 4,000 نسمة. أكا لسنة 2013 اليابان الدول الأوروبية ماني وظف الشراكة حال تساوى في حاجة بسيطة ماني غنسلم تعاود. توضيح فقط ولمسألة بسيطة باش انك راخيج للجنة اك الحوار اك عامل الاقليم ونسن ويقينا بانه لا وجود لوعود، لا وجود لتحقيق مطالب، وانما وعود كاذبة وزائفة مللنا بها كثيرا ومرارا وتكرارا. نسري لها اسدات روخة اشيلي سيمانة ديكواد اشيلي جهة ديكواد اشيلي نعم ديكواد هكا اختلاف نقدر واه النسبة للفساد نحجر غانق الشباب 8 عام واري عام رقهاوي كارت من داليس حراما راح نجان 10 سنين كياف ما يمي وغاس بوماني غير راح يدير وقت الناس وغاس بيت غير يستعدوا وقت الناس بالسيبقات قضية حدياف شل المسائل. هذا عيب هذا عار الشباب في خطر، 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 هذا عيب هذا عار. نعدود الجماعة متفاسد نظرا لأنها جماعة فاشلة اقتصاديا وإداريا وتدبيرا لإدارتها. نتغاص وجدي جداني المعطين جماعة فاشلة بامتياز على المستوى الاقتصادي على المستوى الإداري. تجاوز ذلك مرورا إلى بلدية بيضار ولا وجود لأي تحقيق لأي مطلب كيفما كان، ومن ثم نسد العمالة نعاود نسد ولكن لا وجود لإجابات، ولكن ما يغشين لابد هناك ولكن صعيد هذه وهو وقفة احتجاجية ماثلة إلى العاصمة الرباط.